رجعنا لكم مشاهدي قناة الوطنية وبرنامج صباح الوطنية من ما كنتم. مرحبا بكم من جديد، مرحبا بكل الناس اللي التحقوا بنا. للتو فقط نذكركم بإمكانية التواصل معنا عبر مختلف صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي. يلا مكملين حلقتنا لنهار اليوم بالضيوف اللي في كل مرة يحطوا رحالهم في هذا البرنامج باش نحكيو على مواضيع مختلفة، منها ثقافية، اجتماعية، تربوية، صحية وغيرها. نعم، والآن يوسف نمر إلى الفقرة الثانية من برنامج صباح الوطنية لنهار اليوم، وين راح يحضر معنا الفنان مهدي قاسدي. راح نتعرفوا مع بعض على فن العرايس، وراح نتعرفوا على الفن كذلك اللي يقدموا ضيفنا لنهار اليوم. فخلونا نقول له صباح الخير مهدي. صباح الخير وصباح النور وصباح التفاؤل لكل المستمعين وكل المشاهدين الكرام عبر قناة الوطنية، ولكم انتم وشكركم على الدعوة الطيبة. شكرا لك. ربما جبناك تجري من شان الى لهنا قبل ما نبدا نحكوا على العرائس وفن العرائس. احكي لنا شويه على تجربتك في افتتاحيه الشان ولا هذا المونديال اسمه الافريقي، العرس الافريقي. صح، هي تجربة على كل حال فريدة من نوعها، هي تجربة أولى يعني في الشان. كنت يعني مع الفريق التقني والفريق الفني تاع الشان. كانت تجربة جد رائعة، خاصة أنه هذه التجربة كانت بسواعد يعني جزائرية يعني 100%، خاصة الشباب اللي شفناه في يوم الافتتاح، يعني شباب اللي كان سواء في المنصة سواء اللي قدم لنا لوحات فنية من مختلف الطبوع الجزائرية في لسان كوان تاعنا. دونك شفنا القبائلي، شفنا تيندي والتوارق، شفنا كذلك العلاوي، وشفنا العاصمي، وشفنا الشاوي. دونك وشفنا مودرن ثاني، مودرن. فوالا شفنا الجيرواس الجزائر العاصمي في مودرن. دونك هذوما كامل هذه الطبوع الموسيقيه. الطبوع الموسيقيه لا غبار عليها انها جزائريه محضه 100%. اما الفاعلين في هذا العرس فكانوا كذلك يعني شباب جزائري فنانين، منهم اللي كانت الخبره تاعهم الاولى في الميدان، ومنهم من سبق لهم يعني كانوا في افتتاحيه العاب البحر الابيض المتوسط، يعني عاودوا شاركوا في هذا الطبعه. يعني نعم بالطبع، ولكن هناك وجوه جديده يعني شاركت ويعني ولقوا استحسان. بالنسبه لي انا نتكلم لك انه الشيء الايجابي انه كان فريق عامل يعني سواء في التكنيك، يعني في الفريق التقني او الفريق الفني، ففريق جزائري كما نقولوا من احسن ما انتجت، يعني كما نقولوا الجزائر من فنانين وتقنيين ومخرجين ومساعدين يعني من الناحيه التقنيه كانوا كلهم جزائريين يعني. لا نعم، كما نقول بالك الناس اللي كانوا اللي ما كانوا جزائريين، اجانب يعني سواء عرب او من اوروبا، فتفاجئوا الطاقه اللي عند الشباب الجزائري. والله صدقيني في 90 اللي كنت مشرف عليهم، 90 تاع البساط تاع الطابي، هما الخوف الوحيد تاعهم ما كانش في لي دونسور ولا في المودرن، ولا كانوا خايفين من الطابي، من 90 تاع الطابي. فانبهروا بالطاقه تاعهم هذوك الشباب. فهنا نبرهنوا انه الشباب الجزائري لو تتيح له الفرصه راح يقدم اعمال بارك الله فيك، يعني يبدع ويقدم اعمال جيده. اكيد نعم، كما شفناها في هذا الشان، وان شاء الله ربما في كاس افريقيا لسنه 2025. طيب احكي لنا ربما العمل تاعك انت بالضبط واش كان في هذا الشان؟ فالشان واش كان نعمل؟ انا كنت تحت قياده تاع المساعد المخرج شهاب حسين سعاده، كذلك كان معنا نبيل، كان معنا خالد، كان معنا انيس الهادي بو عبد الله. هذا فريق متكامل يعني فريق متكامل. فانا لما اشتغلت معهم فكانت مهمه تاعي 90 شخص تاع الطابي اللي شفناه في الافتتاح. فوالا دونك مام حتى المصمم العالمي بينو هو ايطالي، مصمم عالمي. فقال لي لما قال لي مهدي انا مش خايف من المثل، ولكن لازم تهيئ لي هذا الشباب. فلما كانوا 90 شخص. نعم 90 شخص. 90 شخص يعني، وكل واحد بعقليته وكل واحد. والاختتام كاين؟ الاختتام على حسب ما قال لي شهاب كاين الاختتام، ولكن ما كنتش لي على بالو واش راح يكون. مازال ما بان، يعني حتكون مفاجأة ان شاء الله. جميل. ولكن لا بين قوسين لا بين قوسين الاخوه انه نرجع لك على الملعب ما شاء الله.
بدأنا عندنا ثقافة أنه نروحوا بالعائلاتنا للملاعب، فهذا شيء صح. جميل جدا. ندي الأخت تاعي ولا الأم ولا شفنا العائلة، صح الاسر. وبدات انه الناس تفهم انه لازم عليا نحترم اللي يكون قدامي، سواء العائلات او حتى البنات او حتى الشباب او من حق الجميع انه يحضر مباراه، بارك الله سواء فيك. نساء رجال فكان عرس جميل احنا جدا. يعني اكتفينا بالصوره يعني. نعم. ان شاء الله نكون انتم حاضرين إن شاء الله. يلا إن مهدي، شاء نرجع الله. الى فن العرائس. نعم. هذا الفن اللي ربما موش رائج بزاف لنا في الجزائر، بالرغم من انك فنان مسرحي الا انك تحب انك تلجا الى هذا الفن. احكي لنا كيفاش كانت بدايتك مع فن العرائس ولا مسرح العرائس تحديدا؟ والله شوف انا كما جيت وحدك اليوم، جيت وجبت الجماعه جبنا كامل. ضياف. يا جماعه جبت شويه اللي كيف هكايا. شوف والله فن العرائس هذا هو فن جميل جدا. لما تدخل فيه راك تعيش واحد الموند، واحد العالم ما تعيشوش في المسرح العادي، معناتها المسرح في العلبه الايطاليه. انا لما بديت في المسرح العلبه الايطاليه كهاوي كمثل كل الشباب في جمعيات فكذا، ولكن انا مسرح العرائس فانا كنت نحبه. ولكن للاسف احنا في الجزائر كما تعرف احنا ما عندناش مركز وطني لفن العرائس متخصص للعرائسيين. صح. ما نعم. عندناش. وين تعلمت مهدي؟ تعلمت في تونس. فكان عندي واحد المهرجان في تونس، نعم. وتلاقيت مع مجموعه اللي يقراوا في ليزاد، معناتها في ليزاد هي المعهد العالي للفن المسرحي في تونس. نعم. فكما راني مكسر معكم هكذا سبونتانيمون، كنا في تطاوين، واحد المكان اسمه تطاوين قدام جربه، اها. ماهيش بعيد على جربه. قلت لهم يبدو الله غير نحب العرائس والماريونات. قالوا لي احنا نقراو ماريونات. اوه وين؟ قال لك نقراو في كذا كذا. هبطنا للعاصمه، كملنا المهرة، داوني للمركز على سبيل نذكر سي حسن سلامي هو اللي كان المدير لنا ذلك، فرحب بيا من بدايه 2017. نعم. من هذاك البدايه بديت انطلقت معهم وعملت عده تربصات. التربص يعني التربص الاول تاعك شحال دامت المده ديالو؟ قريب 3 شهور. 3 اشهر يعني. قريب 3 هل شهور. تقدر تقول انه 3 شهور ربما فاتك في هذا الفن بالطبع. وتعلمت تقريبا كل لا ما يخص هذا تربص الفن؟ واحد في 3 شهور. نعم. خلينا من تربصات بقى يعني سويفي. بيان سور كنت نطلع ونحبط. في 3 شهور تعلمت اشياء ما كنتش نسمع بها اصلا، انه التصميم انه صح. ربما احنا يا مهدي نشوفوا غير النتيجه ونشوفوا غير فقط ربما العرض، ولكن قبل العرض ما كانش على بالنا التحضيرات كيفاش يتخدموا، يعني هو كله مشروع يعني. بالطبع يعطيك صحه وكله مشروع. فالعروسه بحد ذاتها انه كومان بيبي بيبي صغير. نعم. انت تصممه، انت تبدا تخدم فيه، انت دير له هذوك الملامح، سواء الشخصيه البعد تاعها هل هي عجوز صغيره او كهل او شيخ. يعني التصميم الاولي يكون عندك انت في الديسان ترسمه. نعم. التصميم الاولي ترسمه، بعدها تروح للخياطه. من بعد تروح تبدا للخياطة. تروح للتصميم الوجه نعم. الايدي، وحسب كل واحد حسب انت واش راك حاب تخرج منه. مثلا انا اللي حاب نخرج الارتيكولاسيون تكون عندي في الرقبه، فلازم عليا نخدم لاني نحتاج انه هذيك العروسات تشتغل كثير بالرقبه تاعها، ولي نحتاج عروسه اخرى انه تشتغل بالرقبه، تشتغل بالايدين، تشتغل بالرجلين. فمثلا نروحوا لعروسه الخيط. عروسه الخيط عروسه واحد تمشي بالخيط، مثلا كما الشيخ اللي راكم تشوفوا فيه هذاك، هذيك عروسه الخيط. اوكي. نعم. الشيخ هذا اللي له قدامه هذيك عروسه الطاوله. طاوله. نعم. هذيك عروسه الطاوله اللي نشتغلوا بها في مسرح العرائس على الطاوله، تكون طاوله ويكون عندك سينوغرافيا في الفنوار وتشتغل عندها تشتغل بها في الطاوله هذه. نعم. عندنا حتى عروسه الاصابع. الاصابع. نعم. فتكون عروسه الاصابع هذه هي؟ لا هذيك عروسه اليد. اليد. نعم. اليد ايوه. فعروسه الاصابع هي تكون عرائس صغيره تدخل هنا في الاصبع فقط، تلعب بالزوج ولا لا في 5 عرائس وكل عروسه واش الدور ديالها. فوالا هكا يلعبوها. فهذا ابداع جميل انه انا ما كنتش نعرف هذه الاشياء، انا ما نكذبش على روحي. فلقيت روحي في عالم جميل، فلقيت اختلاف. المسرح العرائس موش مقتصر فقط لمسرح موجه للاطفال الصغار، لا بالعكس، فهناك عرائس موجهه للكبار وموجهه للكهول. مثلا حضرت نعم. في بعض العروض عرض للملك لير شكسبير، فكانت قرابه 22 دميه، قرابه 22 دميه العرض المسرحي يعني فيه. توتان ستاف. نعم بالطبع. نعم. توتان ستاف. هاي الكلمه اللي يقولها
فريق اللي يمد لك، اللي يوجد لك العرائس اللي تخرج، يشد لك العرائس اللي تدخل، اللي يمد لك السينوغرافيا اللي تبدل الديكور. صح. فتوت ان ستاف توت ان ستاف. انا شفت الملك لير تاع شكسبير، شفتو في مسرحيه عاديه في المسرح، وشفتو في مسرح العرائس، فابهرني في مسرح العرائس اكثر، وفيه ساعتين و10 دقائق. نعم. كله يعني مسرح ساعتين. نعم. صدقني انك تبقى مبرونشي هكا، لانه وما تملش يعني. والله ما تمل. لانه علاش؟ انا نلعب لك في شكسبير، ولا انت تلعبي، ولا ممثل مسرحي يلعب في شكسبير سي اوردينار، نشوفوه موالفين شكسبير ولا تشيكوف ولا بريشت، ولا تلعب عادي ماهوش مشكله. ولكن لما تشوف انت مسرحيه عالميه لشكسبير، تروح لتيب دو ماريونات اطابل في 22 طاوله، في اكثر من 24 طابلو، فهنا الانبهار. صح. اكيد. هنا نعم. الاختلاف. نعم. بارك الله طيب فيك. مهدي، اشرت الى نقطه انه ربما جمهور العرايس ما راهوش غير جمهور الاطفال، يعني لا. احنا نعرفوا صح. ربما نعم. كما شفناها في التلفزيون العمومي كانت ربما غير العرائس موجهه للاطفال. نعم. نعم. بقات الصوره النمطيه، الصوره النمطيه يعني ما تغيرتش لا، حتى ليومنا هذا. صح. لكن اليوم قلت لنا انه حتى الكبار يشوفوا ويتابعوا العرائس الماريونات، يعني كيفاش تشوف يعني هذه النقطه يعني والله من شوفي، الجانب ديالك انت كفنان؟ شوفي انا كفنان انه العرائس موجهه لكل الشرائح. نعم. العروسه صديقه الانسان. العروسه صديقه الانسان. فهذه العرائس مثلا نروح نخدم ورشات للاطفال. اوكي، نروح نخدم ورشات للاطفال موجهه من سن 6 سنوات الى سن 16 سنه. اوكي، لما ندخل الورشه نبدا نشتغل مثلا هذه العروسه فيها، هذا تخدمهم انت مهدي؟ اي نخدمهم هنا، نشتغل مع الاطفال مثلا، نشتغلوا مع الاطفال. في رمشه عين نبدا نشتغل، فتجد 7 8 كبار واقفين معك ويبداو يشوفوا، ومن بعد حتى يبداو يمسوا، شوفوا كيفاش ومن تخدمها. بعد يبداو يقول لك انا نركب هذه، انا نركب هذه، اعطيني شويه، نبدا نوري له، حتى تلقى واحد في عمره 60 سنه 70 سنه تلقاه معك تعاود تحيي في هذا الطفل الداخلي. بالطبع لانه هذه العروسه انا واش قلت لك ايبان، لو كان نقول لك باللي هذه العروسه نقدروا ندوي بها حتى مرضى التوحد. بارك الله فيك. هذه العروسه انا لما اشتغلت مره مع اللي عندهم التوحد، فلما اعطيت لهم بديت نشتغل معاهم لي كوتش تاعهم او اللي المدربين تاعهم، فبقاو شادين فمهم، قال لي اون ديغي با هادو مساكن مرضى، يعني تفاعلوا معاك، تجاوبوا معاك، برونشاو ويسقسوا فيا، واحد كبير ما يسقسينيش واش كانوا هما يسقسوا فيا. شفت؟ دونك احنا ما عطيناش اهميه لهذا الفن، فن العرائس ما عطيناش اهميه. بين قوسين قلت لي انه في الجزائر ما كاش عرائسيين، لا بالعكس كاين عرائسيين. وين راهم هذو من العرائس؟ كاين عرائسيين. شوف نعطيك العرائسيين الموجودين في الجزائر. شلف مثلا نروحوا للشلف، شلف معمر عرائسيين. وين راهم؟ ولكن وين نلقاوهم؟ غايبين يعني عن الساحه الاعلاميه وحتى على مواقع التواصل الاجتماعي، حتى على العروض ربما. لا والله يخدموا نعرفهم. مثلا كاين دمو، كاين كيكو ماريونات يخدم هو والزوجه تاعو في شلف، كاين نور الدين في شلف، كاين عندنا في بلعباس عمي قاده بن شميسه، سي لو دويان تاعنا عمي قاده بن شميسه، سي كيما نقولوا عميد العرائسيين في الجزائر. في وهران عندنا نسيت اسمه، رحلي تاع وهران، في 2 ولا 3 في وهران. في عين تموشنت كاين مهرجان وطني يندار الله اعلم كل سنه او كل سنتين، يعني يلعب مخصص للعرائس. عندنا عرائسيين في غليزان مؤخرا هما داو احسن جائزه في عين تموشنت. نروح لك لو كوتي تاع منا تاع الشق، عندنا في العلمة سي طارق عراب، هو سي طارق عراب درس وين كنت مع سعد المحواشي. عندنا في واسمها في قسنطينه استاذ ياسين تونسي. ولكن هذا الكم تاع الفنان العويص انه قلت لك في بدايه الحصه انه ما عندناش مركز وطني لفن العرائس يحتوي كل العرائسيين ويبلغوا واش عندهم ويعلموا كذلك. بارك الله فيك. هذا هو المشكل الوحيد، انه لما تكون مثلا نروحوا ليسماس برج الكيفان يحتوي اللي يحبوا يعني يقراوا لاكتورا ولا اخراج ولا نقد ولا صح. ولكن هل يوجد اللي يحب يقرا فن العرائس؟ لا يوجد. فهذا هو المشكل تاعنا. اهتمام ثاني بالطبع، انه اول مهرجان وطني لفن العرائس كان في الأصنام، كانت انذاك الأصنام كان في شلف.
اول مهرجان وطني كان في الصناط. فهذه المعلومات غيبت. صح. انا جمعتها على الناس ليسونسيال معناتها القدم في الميدان. حكم حبك اهتمامك الميدان. بالطبع لازم ماليه. دونك لازم ماليه. دونك وحنا مازال عندنا داك تاع عندنا لما نلعب مع الاطفال، نلعب في العرائس، تلقاي انه حتى الكبار كيكونوا قاعدين برك يكون قاعد انه نروح نديروا العروسه يتفاعل. صح. يفو برك تنقزوا هكذا تروح له توصل له تروح له ربما. بالك فقط. هذا ما كان. نعم. طيب مهدي، الان نعم. شو وقت الجمهور، جمهور صباح الوطنيه، باش يشوف ربما بعض الاعمال عروض. ديالك، العروض ديالك بمختلف يعني الدول اللي راهي هنايا. وراح تعلمنا حضر ثاني معنا. كيفاش نخدموا بهم. بيان سور افيك بليزير. شوف ما تمدي لي لا تاخذها نجيبها، تفضل. معليش انا نجيبها. نجيب لكم مثلا، نبدا لكم بهذا. حكيم. ايوه الحاج حكيم. الحاج الشيخ. هذا في احد المسرحيات اللي عنده لو رول تاعو الحكيم، انه يتكلم مع واحد الاميره ويوري لها الطريق ويقول لها انا هو الحكيم، وهي راحت عنده بعثتها عنده الام تاعها وكذا. فالحكيم هذا علاش اخترنا له هذه الملامح؟ لانه انا اخترت هذه الملامح، وخاصه انه نعطي لك باش مخدوم لا ماتير اللي مخدوم بها. نعم. هذا مخدوم بعجينه الورق. عجينه الورق. نعم، بعجينه الورق. فيها واحد لا فورميل تخدم بها، وانت تخدم بهذيك عجينه. انت خدمته بيدك هذا؟ بالطبع بيدي. نعم. بالطبع بيدي. فبعجينه الورق نخدموا، لانه علاه احنا جمعيات، ما راناش كيما نقولوا عندنا دي بيجي كبار ولا، فتروح للاقتصاد او يعني امكانيات بسيطه تقدر تطلع دميه يعني جميله. بالطبع يتابعها الجمهور. وتروح كذلك نعم. للتدوير. مثلا كيما هذه هنايا بالتدوير. هذه بالطبع هذه كلها تدوير. هذه اوراق. هي كلها أوراق. تدوير. كيما شد هكذا، يلا شد بسم الله. هيا شدي انت يا حاجه، ادي أعطيني هذاك هذيك، ولا هذا؟ هذيك. ادي هذاك شباب تاع اليدين. شوفي هذاك، تفضلي هذا. فوالا. دونك هادوما انت كي تشوف هكذا حطوا عندنا العروسه تاعنا مثلا، هذه افيل، هذه عروسه الخيط. لما العروسه فيها تقنيه كيفاش نحطوا العروسه تاعنا، ما نقدروش نمشوا العروسه وهي في السماء، نعم. وما نقدروش نمشوا العروسه هي طايحه، لازم تكون مستقيمه. لازم فيها دراسات فوالا. وحسابات. مستقيمه. وكي تتكلم تعالوا يا اطفال مرحبا بكم. اسمع انت يا وليدي، واش جابك هنا؟ اسمع انت يا وليدي، هاي روح راني رايح يا جدو. دونك سيتي كوم سا. تخدم ان ديالوج، شد عندك الديالوج انت اللي تخدموا. بيان سور لو ديالوج حنا نخدموه على حساب كيما انت مثلا عندك هذيك اعطي ليوسف، اعطي له اعطيني هذه. يوسف قال اعطيني هذه، هذاك سنقولوا نتبعوا بكري. فوالا. دونك مثلا دركاتيك نديروا افتتاحيه في الوطنيه بهاد لي دو ماريونات. نتوما ما كاشكم لي دو ماريونات. يلا بسم الله نشوفوا المشاهدين وديروا لنا افتتاحيه بلي ماريونات ونشوفوا. يلا شكون اللي يهضر، انا ولا انت؟ كيما تبداو ديما كريمه. بسم الله 1 2 3 انتيا بسم الله. انت اللي تهضر بصراحه. لا انت تهضري، انا انا ندير غير لي جاست. فوالا. صباح الخير عليكم يا مشاهدي قناة الوطنية. صباح الخير صديقي يوسف. صباح الخير، كيف حالك يا صديقتي؟ يا صباح الوطنية، سنقدم لكم برامج للأطفال في المستقبل القريب. باي باي. فوالا. عرض رائع. مهدي والله ما شاء الله. شكراً. يلا مهدي نروحوا ربما الى الدميه اللي راهي محطوطه كبيرة. كبيره. هذيك ربما اللي الفناها والفناها ربما في عروض، خاصه كي كنا صغار يعني. هذه اللي كانت تحضر دائما في المسارح. وي لا عندي واحد الماريونات ما جبتهاش في مناسبات اخرى الا كتب الله سبحانه. عندي واحد الماريونات اسمها مايسترو، هو عازف على آلة الكمان. فمايسترو علاش خيرت مايسترو يكون عازف على آلة الكمان؟ لانه انا كذلك بغض النظر على مسرح العرائس فاشتغل كذلك في اختصاص مسرح شارع. فمسرح الشارع لما نروح للبلدان العربيه نقدم عروض، فدائما اختار اللباس. نختار اللباس الجزائري. نعم. لباس جزائري تقليدي. اي انا نكون لابس لباس جزائري تقليدي. حتى للدومه. حتى للدومه يكون، لانه علاش؟ وحتى الموسيقى اللي يعزفها مايسترو راح يعزف موسيقى جزائريه. نعم. ما نجيبش موسيقى غربيه وشرقيه وكذا. فاريد من خلال المسرح كذلك لترويج
اولا اللباس الجزائري التقليدي، وثانيا للموسيقى الجزائريه العتيقه. نعم. فمن خلال العرائس نعم، هو مهدي ما شاء الله عليك طريقة فنان. يسوق للجزائر نعم، تقاليدها مهدي فنان وثقافتها. يعني صح. 100%. الله واش يسعدك. تحب الموسيقى اللي نعطوها لك مع وش اسمه هذا؟ هذا الحكواتي. الحكوات، يحكي واش يعني تحب بلا نعطوه؟ موسيقى. هذا يحكي هذا بلا يحكي موسيقى. ما نديروش موسيقى هادئة، لا لا. بسم الله. يلا، هيا تفضل. نروح انت الشيخ تاعنا، نروح. نروح. بسم الله. هيا نروح. هلا. هيا قعد قدام يوسف. هذا. صاحبي هذا. يلا واش راح يحكي لنا اليوم؟ بون. يحكي لكم ولا واش راكم لا حابين؟ لا، نحبوا يحكينا. قربوا لتما باش بسم الله. يشوفوا باش تشدوا الكاميرا. هكذا صافا؟ يلا. يا هنا. فوالا تري بيان. بون. بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. واش راكم؟ لاباس؟ بخير؟ راني في قناة الوطنية. ونزيد نقول لكم واحد الحاجة. يوسف، يا والله العظيم غير هبني في التليفون. يا شيخ أرواح، يا شيخ أرواح، يا شيخ أرواح. وانا قلت له والله ما نجيك. البارح عيطني مع الصباح قال لي يا شيخ الحكيم تجي ولا ما تجيش؟ قلت له خلاص نجي. وراني سمحت في الزوجة تاعي. الزوجة تاعي سمعت فيها وجيت وحدي. المهم نحكي لكم واحد الحكاية صغيرة اللي هي تقول اتهلاو في والديكم وتهلاو في والديكم وتهلاو في والديكم. مع السلامة. ما زالت برافو. نكمل يا شيخ. برافو 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 برافو. والله ما شاء الله الله. سبحان الله بقينا ساكتين ونسمعوا فيه. ربما يقدم بقينا غايسين حتى معاه رسائل- كذلك حتى يوسف. نعم. يقدم رسائل ربما من خلال هذه العرائس إيجابية. مهمة جدا. بالطبع من ذاك للمجتمع. الطفل ما يسمعلكش اللي يسمعش نعم. ليك، يسمع للعروسة. صح، ولكن ربما ايضا نحكوا على تقليد الاصوات. شحال ربما يكون لازم ضروري انه الانسان يكون وي، يتحكم بالضروري، عنده بالضروري. طبقات مختلفه باش يقدر ينوع في بالضروري من ذاك نعم. انت تحتاج صوت شيخ مثلا، لازم تخرج شيخ، تحتاج. تخرجوا من البطن ديالك لا نخرجوا عادي من الحلق، عادي. يعني من الحلق، نعم. من الجوف عادي. انت كي تقصدي لي على الفونتريلوك يعني اللي تكيم، هذاك نعم. نوع اخر. نوع اخر نوع بالطبع، آخر، نوع نعم. اخر ومجهود اخر واجتهاد اخر. فهذا لا يتكلم عادي ويسمعوك. ولكن كما قلت انت يوسف انه التغيير في الطبقات او في الصوت تاعك. تحتاج مرأة تخرج مرأة عجوز، تحتاج شيخ يخرج شيخ. يعني على الاقل تكون متحكم في الطبقات الصوتيه لازم. ديالك. لازم. نعم. طيب نروحوا ربما كريمه باش نحكوا فقط باش ما نختموا بها. نعم. نحكوا على التحضيرات ربما اللي راكم توجدوا فيها الى الملتقى الدولي لمسرح الشارع. في بوسماعيل. يلا حكي لنا شويه تفاصيل. الملتقى الدولي لمسرح الشارع في مدينه بوسماعيل هي الطبعه الاولى حتكون ان شاء الله من 1 جوان الى غايه 4 جوان 2013 بحضور دول عربيه وفرق محليه وطنيه من الجزائر. فان شاء الله في مدينه بوسماعيل احنا في الواجهه البحريه عندنا واجهه جميله في مدينه بوسماعيل، واجهه في وسط البحر، عندنا بلاصات يعني عالميه ما في شاء الله. الميناء يعني. في البولفار، احنا عندنا نعم. البولفار شباب في بوسماعيل، راح نديروا تما العروض الملتقى. تاعنا لحد الساعه. كاين عروض جاتنا ولحقتنا، فنطلب فقط كذلك شوقنا مهدي. لا لازم تجوا ديروا لنا ضروري نعم، يعني. أكيد. لازم تجوا الوطنيه. يلا لازم احنا تجوا. نوعدكم باش نكونوا لانه حاضرين. على بالك اول مره تكلمت عليه في قناه يعني مازال ما تكلمتش. أول مرة؟ والله اول مره. يلا. نعم. فأنا أدعو كل سكان مدينة بوسماعيل يعني باش يعاونونا لتقديم الأحسن والأحسن. وما ربما خممنا حتى يكونوا عروض جوارية، لما لا في مدينة عين تاغوريت في برار، في مدينة بوهارون، لأنه هذه كلها مدن ساحلية لها ثراء جميل من حيث الموقع. صح. المناخ تاعها. بوهارون فيها بور جميل جدا، عين تاغوريت فيها أماكن يعني منطقه معروفه غنيه عن التعريف بارك جدا. الله فيك. اكيد، وغيرها يعني من المناطق الساحليه وراح تكون الجميلة في ضيف الجزائر. تشرف هذه الطبعة مصر مصر. الشقيقة. وحتكون دورة تحمل اسم المرحوم علي ناجي وعلي جليل رحمة الله عليهم. هذول الشخصين الله يرحمه. أعطوا الكثير والكثير لمدينة بوسماعيل في الفن والثقافة في نعم. السابق. الله يرحمه. يعني راح يكون دولي او عربي فقط؟ لا، عربي يعني. عربي نعم. نعم. مهدي درنا انت من احنا بين المشاركين. القمة العربية في ما نعاود صح. لهم. عربيه في الفن. مهدي فقط يعني باش نعم. نوضحوا الامور نعم. للمشاهد، هل انت من ضمن المشاركين ولا المنظمين لهذا المهرجان؟ أنا رئيس المهرجان على كل نعم. حال،
وإحنا نحن ننظموا هذا المهرجان بمعية أنه جمعية سكاملة للمسرح لمدينة بوسماعيل ولاية بازا دولة الجزائر هي اللي راح تنظم هذا الملتقى الدولي إن شاء الله. بالطبع فيه أرمادة من الفنانين راح يكونوا في الفريق، فنتمنى من الله سبحانه وتعالى يوفقنا لإعطاء صورة جميلة للبلد تاعنا ان شاء الله. جميل نعم. جدا. طيب في الاخير نحبوا ربما كلمه ختاميه مع واسمه هذا؟ يلا هذا واسمه. عندي لكم بهذا. يلا هذا تفضل. يلا تفضل. هذا شوف عندي لكم كلمات ختاميه بالشيخ تاعنا مسكين. وراك يا شيخ واجد ولا ماكش واجد؟ واجد. بسم الله. هيا قول لهم كلمه شابه. تخلطوا له الخيط. قربوا للكاميرا باش حابوا يبان. وين راهو؟ هنا او يبان ولا ماهوش يبان؟ هاي الكاميرا مقابلك. هيا لا يا جماعة نقول لكم كلمة أخيرة، هي كلمة: أنا عيني لغير جمال وجوهكم لا تنظروا، وسواكم في خاطري أبدا لا يخطر. صبرت قلبي أنا، صبرت قلبي، وعلى محبتكم أموت وأحشر. ثلاثة نحن بل اثنان، وفي الحقيقة واحد، أنا الأدنى وأنتم الأكبر. مع السلامة، مع السلامة، مع السلامة. شكرا لك مهدي، وشكرا لضيوفك اللي جو ايضا معنا. مرحبا بكم مره ثانيه. الله يسترك ان شاء الله. نعم. عقلك. شكرا مهدي. شكرا مهدي. يلا مشاهدينا الكرام نقول لكم حلقه